كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ينعاد علينا بالخير جميعا. وخلاص العيد قرب، النهارده الاربع. كل سنة وانتم طيبين، والعيد ان شاء الله يا الجمعة يا السبت. لسه مستنيني الرؤية. وبعد ما خلصت بقى الروتين اللي عندي وطلعت عند ماما، الاول خلصت لها العزومه بتاعتها وطلع عيني فيها، بس انا ما صورتش، انا صورت لكم بس ايه اخر حته فيها. وبعد بقى العزومه مسكت لها الشقه بالمنظر ده، ادي كده بدايه بالانتريه اهو عندها بالمنظر ده كده. جبت لها الشقه ايه عليها وطيعه زي ما بيقولوا. ملناش بركه يا جماعه غير امهاتنا، فكل واحده تخلي بالها من مامتها، وربنا يخليهم لنا جميعا يا رب. بالمنظر ده كده. تعالوا بقى نشوف عملت ايه تاني. وهنا اهو الاوضه التانية اللي علقت لها برضو الستاره، بس دي ستاره عاديه خالص مفيهاش حاجه يعني. وفرشت لها هنا كده. ودي السرير التاني كمان فرشته بالمنظر ده، وفرشنا السجاد. واهم حاجه بقى عند الحاجه الحفاظات، لازم تحط الحفاظات وتغطي السجاد كله، مش عارفه ليه. بالمنظر ده كده. الترابيزه بتاعت ابني واشيائه اللي محطوطين دول بالمنظر ده. تعالوا اوريكم فين تاني. وادي هنا كده في الصاله فرشتها لها وبقيت بالمنظر ده كده. بصوا اهم حاجه عند ماما انها تغطي السجاد وما تخليش اي حاجه باينه. ودي صوره والدي الله يرحمه وصورتنا. وابني بقى كل شهاداته بسم الله ما شاء الله بيعلقها هنا عند سته، مش عندي تحت بالمنظر ده كده اهوت. ودي هنا الاوضه بتاعتها، سامعين صوت العصافير؟ بالمنظر ده كده. وبرده الحفاظات اللي اهم من اي حاجه اهي. وبقى كده خلصت لها الشقه كلها اهو. وكل سنه وانتم طيبين، وينعاد علينا يا رب جميعا بالخير. وبكده يا حلوين يا شاطرين يا لزاز يا امارات يا عسليات، يبقى كده خلصنا الروتين بتاع العيد. وعايزه اقول لكم ان انا بعد الهده دي كلها ان احنا المفاجاه الحلوه. الحاجه ايه؟ ازيك يا حاجه؟ كل سنه وانتم طيبين. قلت لكم كل سنه وانتم طيبين، وانت طيبه يا حاجه. اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين. المفاجاه بقى ان احنا مش هنعيد هنا، هنعيد في البلد. يعني بعد الهده دي كلها هنعيد في البلد، واصور لكم بقى العيد في البلد شكله ايه. هو طبعا غير هنا خالص، بس ايه هصور لكم هنا كده شويه في العيد والدنيا بتبقى ماشيه ازاي. يلا كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.